بعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار البترول بنسبة كبيرة في كل دول أوروبا، إيران فاكرة إنها هتلوي دراع السعودية ودول الخليج، وطبعا ما يعرفوش إن مصر جاهزة وهتقوم بالمهمة. وده لأن مصر بتمتلك طوق النجاة الأقوى والوحيد لنقل المواد البترولية السعودية من البحر الأحمر للبحر المتوسط في الوقت الحالي، واللي إيران أعلنت فيه بشكل رسمي إغلاق مضيق هرمز المتنفس الأكبر والأهم لنقل النفط من البحر الأحمر للبحر المتوسط. خط سوميد، وده خط انابيب غاز ومواد بتروليه بيمتد من العين السخنه على البحر الاحمر لاسكندريه على البحر المتوسط، والخط ده بيقدر يستقبل النفط من موانئ العين السخنه القريبه من السعوديه ويرسله من خلال الانابيب لاسكندريه، وطبعا من ميناء اسكندريه يقدر يتحمل في السفن ويسافر لدول اوروبا، من غير طبعا الحاجه لمرور سفن محمله بالبترول من قناه السويس مرورا بمضيق هرمز عشان يعمل الخط ده. كان الهدف من بنائه اساسا انه يبقى بديل حيوي ونشط لقناه السويس لو بقى في ظروف طارئه زي اللي بنعيشها دلوقتي. ودلوقتي جه دور، وزي ما جه دور مشاريع كتير الخرفان كانوا بيقولوا عليها ملهاش لازمه. ايران دلوقتي بتقفل مضيق هرمز في وش جميع السفن ما عدا السفن الصينيه اللي بيدعموهم، وده بيعني اصلا انهم عايزين الخليج تدخل المناوشات باي شكل ويجيبوا رجليهم باي طريقه زي ما امريكا بتعمل بالظبط، سواء بالضرب فيهم او بوقف حالهم وتجارتهم او بتعطيل سفنهم في مضيق هرمز. وكذلك امريكا واللي ما يتسموا بيحاولوا يجيبوا رجل السعوديه وكل دول الخليج باي شكل من الاشكال، بدليل ان في عدد ضربات على السعوديه وعلى دول الخليج ما كانتش اصلا من ايران، زي ضربه شركه ارامكو بتاعه البترول السعوديه، وخد من ده كتير. ولكن ان شاء الله ربنا يحفظ اخواتنا في السعوديه والكويت وقطر والامارات والبحرين وكل الدول العربيه، ويخرج المنطقه العربيه والاسلاميه من انياب اليهود على خير، وربنا يحفظ مصر ويجعلها امن وامان وسند وظهر دايما وابدا لكل البلاد العربيه. قولوا امين.